وصفة النهاردة مخصوص للناس عشاق النظافة والتنظيف وكمان عشاق التوفير. هنعمل بقى النهاردة خلطة هتنفع معاكي في غسل البطاطين، هتخلي البطاطين زي القشطة، مش محتاجة تشتري أي منظفات غالية. البطاطين، السجاد، الستاير، للغسيل اليدوي، للغسيل الفوق اوتوماتيك، للغسالات العادية، استخدميها كما تشائي. تحفة، ريحتها تجنن، بتنضف، بتخلي الغسيل زي الفل. لو استخدمتيها كمان انا جبتلك قماشة من الخامات اللي شبه البطاطين، بصي بتعمل رغوة عاملة ازاي، وبتنضف وبتخلي كل حاجة زي الفل. تعالوا بقى نقول اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد ونسمي الله ونشوف هنعمل ايه. هنا معانا صابونة بلدي من اللي احنا عاملينهم على القناة. الصابونة دي انا عملتها معاكم قبل كده على القناة، يعني يعتبر بدون اي تكلفة، موجودة في البيت، الناس اللي متابعاني وبتعمل الوصفات بتاعتي. وكمان هسيب لكم اللينك بتاعها ان شاء الله في صندوق الوصف. كل اللي عملته خدتها بشرتها، طبعا الصابونة عدى عليها فترة، تقريبا بقالها دلوقتي 4 شهور. بشرتها بشر زي ما انتم شايفين كده، ايا كان بشر ناعم بشر خشن كله هيدوب. هحط لها كوبايتين من المية، وتعالوا بقى هنعادل الريحة ومفعول النظافة هيزيد معايا. انا عايزه اعمل في الاخر خلطة جبارة تقضي على اي بقع مستعصية معايا في اي حاجة. تعالي لي بقى بصي لنا يا حبيبة قلبي، انا عايزة كيس اوكسي من اللي هو ب5 جنيه الصغير خالص ده. هحطه هنا مع الصابون يسيح، لان هعرضه لدرجه حراره. مش عايزه البودر بتاعه يكون مرقد معايا ولا متلخبط، انا عايزاه يدوب تماما. فهنزل معاه مع الصابون، تمام، وهنزل بمعلقه كبيره، معلقه اكل كبيره من الملح الطعام. ليه؟ لان هعرضه لدرجه حراره، ولسه هزوده كمية مية تاني. فعايزاه لما يتعرض للحرارة ويرجع يزود مية يعمل لزوجة كده، يبقى تقيل معايا، مش مجرد صايص كده من بعضه او خفيف زي ما بنقول. احنا عايزينه يبقى لازج شوية كده، وهوريكي قوامه يبقى عامل ازاي بالظبط. الوصفة هتتحضر في دقايق، الوصفة مش محتاجة اي مجهود. بصي لي بقى، داب معايا. اول ما يبتدي يغلي كده مع بعضه خلاص ابقى اتاكدت ان هو داب تماما. هو مجرد ما يتعرض للحراره بيدوب خالص. فار معايا كده، هروح طافيه عليه وواخداه في اي بوله كده او اي طبق بلاستيك معاكي. وطبعا عايزه اقول لك الفت نظرك اني انا استخدمت الحله الاستانلس او اي حاجه بخلاف الالومنيوم، لان الصابون البلد لما يتعرض للحراره في الالومنيوم بيبوظها شويه او بيغمقها. تعالي لي بصي بقى، انا هنا شطفت يعتبر الحله ب لتر ونص ميه، وانا في البدايه حاطه كوبايتين مجين كبار، يعني نقول كده دخلنا في لترين ميه، لترين سوائل، لترين وكمان لان المج اللي انا حطيته او الكوبايه اللي انا حطيتها تاخد اكتر من ربع كيلو، فنقول دخلنا في لترين وربع مثلا. هبتدي زي ما انتم شايفين كده، انا الموضوع كله في دقايق، هي دي مده تحضير الوصفه. وكمان بصورها كمان، ولو تلاحظوا التصوير مش قد كده لاني كنت بصورها بايدي، كنت بحضرها فقلت ايه، انا بحضرها لما باجي اغسل بطاطين والكلام ده، فقلت ايه اشاركها معاكم بحيث نوفر على بعض. الدنيا غالية والمسحيق مولعة نار، فاحنا بنعمل وصفات بسيطة نقدر بيها ننجز شغلنا وننظف حاجتنا ويكون حاجتنا زي الفل. بعد كده هبتدي اخد كوبايتين من برسيل الجل، وبرسيل الجل ده اللي عملته معاكم على القناة من الصابون البلدي اللي من الزيت المستعمل، برضك هسيب لكم الرابط بتاعه في صندوق الوصف. هاخد منه كوبايتين، مش متوفر عندك ومش عاملاه في البيت مع انه بسيط جدا وغير مكلف بالمره، هتجيبي لي نص كيلو من برسيل الجل السايب من محلات مستلزمات اللي هو اللي بيبيع المنظفات. تمام كده، هبتدي اقلبهم. لو تلاحظوا الخلطه شفافه يعني لونها فاتح، فاي درجه انت بتحطيها من يعني المكونات اللي بضيفها، الازرق الاخضر الكلام ده بيبتدي ياثر فيه بسرعه، فهتلاقي في الاخر هيديكي اللون اللي انا بستخدمه. هاخد بعد كده المكون التاني كوبايتين من كلوركس الالوان. والكلوركس الالوان هنا الكيلو السايب انا بجيبه سايب من المحل المنظفات، الكيلو ب5 جنيه. هاخد منه كوبايتين يعني نص كيلو، يعني نقول كمان 2 جنيه ونص على ال4 جنيه، اصبحوا 6 جنيه ونص. والصابونة البلدي موجودة عندنا في البيت، ما عندكيش صابون بلدي اي بواقي من الصابون اللي بتستخدميه في الاستحمام بتاعك، ممكن البروات الصغيرة تجمعيها وتعملي بيها الخلطة دي. ما عندكيش اشتري صابونة بلدي، هتحل الموضوع وفي نفس الوقت هتلاقي سعرها مش غالي قوي ولا حاجة.
تمام. مش محتاجين اكتر من الصابونه، والاضافات التانية بسيطه جدا غير مكلفه بالمره. هنبتدي نقلبهم وزي ما انتم شايفين لونه. تعالوا بقى للمكون الثالث، وقلنا عليه كذا مره فعال جدا في النظافه. هاخد 3 معالق من الزهره البيضاء اللي هي الصودا اش. وفي الدول العربية واحدة ربنا يجازيها ألف خير، لما أنا معرفتش اسمها في الدول العربية هي كتبت لي في التعليقات اسمها كريستو. الزهرة البيضاء في الجزائر اسمها كريستو. شكرا جدا اللي بيعرف معلومة ويقولها عشان نشاركها مع بعض، كلنا بنستفيد من بعض. بص، اي حاجة احطها اقلبها. وعايزة اقولك انا مش عايزة منك اي مجهود في التقليب، الموضوع بسيط جدا. كل ما تحطي مكون تقلبيه في بعضه يختلط، خلاص ده الدنيا بقت تمام معايا. وادي الخلطة بقت معايا تجنن، فعالة جدا في النظافة. مش عايزة اقولك، اقسم بالله انت ما محتاجة اي اكتر منها في تنظيف الحاجات اللي قلت لك عليها، في البطاطين، في الستاير، في الغسالات العادية، في الغسالات الفوق اوتوماتيك، الغسيل اليدوي، الحاجات. تعالي لي بقى الشراب الابيض ده اللي بيتلبس ده وتلاقي مبقع كده من تحت والبقعه بتاعته ما بتطلعش الا تحط لها شويه كلور مش عارفه ايه الكلام ده. لا تعالي ده انا هوريكي. هناخد منها عينه صغيره كده من الخلطه ومش هننقع. انا هوريكي بس هي فعاله قد ايه وبتنضف قد ايه. بصي لي بقى كده، هدوبها كده وبصي لي على الرغوه، هي بتنضف ورغوتها قويه وريحتها بقى مش عايزه اقول لك عامله ازاي. كيس الاوكسي الصغير اللي احنا حطيناه ده فعال جدا في التنظيف. لو انت بقى حابه اي نوع تاني غير اوكسي براحتك. انا حبيت احط حاجه تكون مش مكلفه، انا عايزه حاجه بس تكون ريحتها حلوه، لان الصابون البلدي مش هنكدب على بعض لما بندوبه وبتاع ما بتبقاش ريحته قويه اللي هي تغنيكي عن المساحيق، وبعدين احنا هنغسل البطاطين ونخزنها، فعايزين في الاخر ريحتها حلوه. وبرسيل الجيلي ده انا كنت عاملاه وحاطه له ضايفه له دوني، فكنت بصراحه مخليه ريحته مفحفحه بقى، كانت ريحته روعه. وادي الشراب بقى زي القشطه، مجرد غسلته بس شطفته على ايدي. تعالي لي بصي القوام بتاعه عامل ازاي. الرغاوي هتلاقيها كده عايمه على الوش، لان في كميه اقول لك ايه، في كميه حاجات بتعمل رغوه عاليه جدا. الصابون البلدي رغوته عاليه جدا، اوكسي رغوته عاليه جدا. كمان حطينا برسيل جل وانا عاملاه في البيت بطريقه حلوه قوي وفي نفس الوقت رغوته حلوه. بصي لي بقى، انا جبت لك حته قماشه من خامات البطاطين دي اللي هي اللي عامله زي الميكروفايبر كده. بصي لي كده، بصي رغوتها ما بتتقطعش. ده انا عايزه اقول لك ان انا خدت منها كوبايه ودوبتها في كوبايه زيها كلور، وزودتها شويه ميه وعبيتها في ازازه بمسح بيها، بتخلي ريحه الشقه زي الفل. مش محتاجه انت اي منظفات تاني بعد المنظف ده. انسي ووفري على نفسك، وان شاء الله احنا موجودين في حياه بعض علشان نوفر على بعض. شكرا لكم واحد اللي متابعيني وبيتابعوا معايا الفيديو للنهايه وبيحطوا لي لايك وعلى راسي من فوق. واتمنى وصفة النهاردة تكون عجبتكم، وان شاء الله انتظروني في وصفات جديدة تاني. اي وصفة مفيدة لكم ان شاء الله بمشيئة الرحمن هنقدمها مع بعض.